السلام عليكم الفراشات، كي دايرين؟ لبس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع شي برد؟ ايوا الحمد لله. ايوا فين خلينا الجزء الاول من القصه؟ خليناها منين كمال عرف بان زينب مزوجه به غير بالسيف، يعني زواج اجباري، هي ما بغاتو ما حتى شي حاجه، غير والديها اللي بززوا عليها. ايوا صافي، المهم خرج من عندها من البيت ورضخ عليها الباب وهبط لتحت المكتب ديالو، بقى تيدقدق كاع في داك الشيء، كلشي هرسو حتى من التليفون ديالو دقدقو. صافي بقى تيصوت وطلع لبيتو، خدا دوش وكيحاول باش ينعس. ايوا المهم نخليو هاد الزوج ونمشيو عند الحاجه فاطمه والسي محمد. ايوا ناضت الحاجه فاطمه ومشات عند السي محمد، طلات من الشرجم وعيطات له. كان في الحانوت ديالو، قالت له طلع. قال لها اش بغيتي تاني؟ ويلي قالت له على اش بغيت؟ راه غادي نمشيو عند زينب نديو لها الفطور. قال لاش من فطوره دايره الوحده؟ ويه قالت له هو هذاك العروسه كيقولوا الفطور، واخا راه كيمشيو الناس كاع حتى لجويه العصر. قال له الله يهديك، راه الراجل عنده ما باش يوكل دوار، حنا عاد غيتسنانا ديروا انت دوك الجوج فريخات اللي مطيبه في الكوكوط. قالت فاطمه مسكينه كتصوت وتنهد. قالت له طلعي والله يهديك، راه ماين كمال عيطات عليا، راه غدوز علينا باش نمشيو لعندهم. قال لها صافي هاني جاي. ايوا مشات فاطمه كتصوت وتنفخ، وادي على الراجل قال لك جوج فريخات. ايوا اللي نسى التقاليد، علاه نسى هو بينا نهار كان عرسنا حتى حنايا راه دارنا جابوا ليا الفطور. ايوا السيد دغيا نسى، بان لي هاد الراجل شرف وخرف. ايوا صافي بقات كتهضر فاطمه غير بوحدها في الكوزينه. المهم جمعت داك الشيء، طيبات الدجاج وحمراتو، ودارت البسطيلات الحوت، ودارت المهم والديسير وداك الشيء والكاطو والحليب والتمر. المهم دارت داك الشيء على حقه وطريقه البنات. المهم داك الشيء اللي كيديو الصباح ديال العروسه كله قداتو. ايوا صافي احتاجت ماين كامل وبقاو صوناو عليها. قالت لها طلعي، قالت لها لا لا غير هبطي غادي نمشيو. ايوا صافي هبطات فاطمه وهبطات كاع داك الشيء، وعيطات لهاجر صاحبة زينب، هبطات معاها كلشي وقادو داكشي كله في الطوموبيل. ايوا صافي وسي محمد لبس جلابه في القرونه ودار الطربوش ديالو الوطني. ايوا ولبس بليغه في الصفر. اما امين كمال تبارك الله عليها غير باللاره، لابسه لك جلابه بالسفيفه ودايره العقد بالعقد بلديين، لابسه جلابه في الكري ودايره الدره في الابيض، وجات تبارك الله غزاله كتحمق. ايوا فاطمه لبست جلابيتها عاديه ودارت الفولار ديالها. ايوا صافي وخدات لبست صابو عادي في رجليها. صافي هبطوا ومشاو. ايوا نرجعوا عند كمال وزينب. كمال اللي ناض الصباح صونات عليه اختو، قالت له شوف راه غادي نجيبوا لكم الفطور. ايوا صباحيه مباركه وداك الشيء. بقات كتقشب معاه حيت هي وكمال يعني متصرين. قال لها الله يمسخك ما بقيتيش كتحشمي. قالت له ويلي يا خويا انت، زعما انا وياك راه متصرين وما بيناتناش بزاف، راه العمر ديالنا متقارب. ايوا المهم بقى كمال كيضحك، مشى دق على زين في البيت ديالها، لقاها باقا السيده مفرشخه بالنعاسه، هي ما يدق والو. هو يحل الباب كتبان له ناعسه وحله فمها، ولابسه غير واحد الشورت هكايا قصير، وواحد ديباغدور هكايا حتى هو معري، وشعرها مطلق وحاله فمها. المهم وقف فيها يعني بقى تيشوف فيها، بقى تيقول دابا هاد الزين كله وما حاملاني ما قابلاني يعني ومعصب، يعني كيفاش هي اللي هانتني وما بغاتنيش. صافي حتى بقى كيشوف فيها، صافي هو رجع لدوك الافكار ديالو اللي عايراتو وسباتو. صافي ما بغاش كاع ما يعني ما صافي تعصب منها، وهو يخرج ورد دخل الباب ومشى هبط لتحت عند الخادمه. قال لها طلعي فيقي زينب وقول لها تلبس حوايجها، راه غادي يجيبوا لنا دابا الفطور. قالت له واخا سيدي. المهم طلعت فيقاتها وقالت لها شوفي راه قال لك سيدي كمال يعني لبسي هاد القفطان ولبسي هاد البليغه، راه غادي يجيو زعما راكي عروسه الصباح خصك تكوني صباح لابسه البلدي. وهي تميق فيها قالت لها شنو؟ انا غنلبس هاد القفطان؟ اوف والبلغه من الفوق، سيري سيري حيدي عليا دوك الشراوط وجبدي ليا شي كسوه. ايوا بقات كتشوف فيها. ايوا المهم قالت لها واخا لا انا هادشي اللي قال لي سيدي قلتو لك. قالت لها صافي خرجي وسدي الباب. ايوا هبطات الخدامه لتحت، لقات كمال جالس بوز الدار هكايا وقابط الجريده وكيقراها. قال لها واش عطيتي هذوك الحوايج اللي قلت لك تلبسهم؟ قالت له راه عطيتهم لها سيدي. قال لها شنو واش غتلبسهم ولا كيفاش؟ قالت له سيدي راه ما بغاتش، قالت لك غتلبس كسوه. كيفاش هي قالت لك تلبس لكم البلدي؟ ايوا هو يخزر فيها كامل. قال لها صافي سيري فحالك نتيا.
لا وحداك الجورنال وطلع كيجري في الدروج، ما حس براسو حتى حل الباب. المهم ما لقاهاش تمايا في السرير، بقى كيدور عينيه عارفه بان راه في الحمام. المهم جلس كيتسناها حتى خرجات، خارجه ملويه على راسها فوطه وعينيها كيقطروا بالماء وفمها حميمر وحنيكتها غادي تطرطقو. ايوا المهم ولابسه بنوار قصير وبقى تيشوف فيها كيفاش لي هاد السيده هادي غادي تحمقو. هي اصلا بالبنوار ديالها وديك اللبسه جات مثيره وجات كيوته البنات، جات كتحمق. المهم حتى بقى كيشوف غادي يضعف قدامها، هو يعاود يجمع تخنزيرته. قال لها علاش حاطه هاد الكسوه هنايا؟ قالت له غادي نلبسها. قال لها شوفي غنقول لك جوج كلمات، ما حد كنتي باقا مزوجه بيا وباقا على سميتي غادي ديري داكشي اللي قلت لك. منين غادي يردك الباب اللور لبرا ديك الساعه ديري اللي عجبك، ما كاينش اللي غيهضر معاك. المهم دارت يديها على جنبها وبقات كتنهد. قالت له شنو هو؟ عاود شنو قلتي اخويا؟ واقيلا راه هضرنا البارح، قلت لك هذا الزواج راه غير على الاوراق، انا راه ما بغيتكش نهار جيتي تخطبني راه قلت لبا لا وقلت لامي لا، قالوا لي انت ما قريتيش ما فلحتيش غادي تزوجي بي، انا راه جيت كفاص راه ما كذبتش عليك. كمل تنهد وقال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال لها شوفي حنا هنا كنعيشوا في الباديه، والناس الباديه غادي يجيو الصباح باش يباركوا لينا وما غاديش يلقاوك لابسه هاد الشوها هادي، راه غادي ديري فيا الضحكه، غادي تلبسي هاد القفطان وهاد البلغه احسن ليك قبل ما غادي تشوفي الوجه الثاني. ايوا صافي تنهدات وقال لها راهم جايين دابا امي وامك وهذا واختي وصاحبتك هاجر وحتى باك جاي وصاحبي جلال، لبسي هاد الشيء الله يرحم ليك الوالدين وبلا ما تعصبي فيا. ايوا صافي تنهدات قالت له غنلبسهم غير حيت جايين الناس وما تعاودش تحلم غنلبس لك هذا اللباس. هو يشدها من يديها حتى كان غيطرطق عليها. قال لها شوفي جوج كلمات غنقولهم لك راه ما بقاش نعاود معاك الهضره، قلت لك ما حد كنتي على سميتي انا راه ماشي ديوتي، انا راه راجل، انا راجل حر، ما كنحملش مراتي تمشي لابسه هاد التعريه هادي والرجال كيشوفوا فيها ويطلعوا فيها ويهبطوها. الا غتلبسي هاد الشيء غير تعري خرجي عريانه احسن. ايوا صافي نطرات له داك القفطان من يديها ومشات كتجري الحمام وخلاتو كيصوت وينفخ. خرج هو وزد عليها الباب. المهم لبسات القفيطين اللي قال لها ولبسات البليغه ديالها وقادات ماكياج. المهم قال لها ما ديريش الماكياج، وهي قادات ماكياج خفيف وشعرها جمعته على داير الحصان صافي، ودارت العطر ديالها المفضل ودارت كريمات عاديين هكا لوجهها ويديها. والمهم وهبطات. ايوا هبطات في الدروج وهو كان خارج من البيت ديالو. المهم هي غادا وهو غادي من موراها كيشوف فيها كتلوى وكتعوج. السيده مثيره اش داه يقول لها لبسي القفطان، كون قالت تلبس غير شي بيجامه واسعه ولا شي جلابه حسن ليها من داك القفطان اللي مبيت لها اللي مبين لها كاع الانوثه ديالها. صافي وبقى غادي وكيتنهد. ايوا صافي المهم وصلوا هبطات هي لتحت، وصلت ماماها وعجوزتها ولوستها وصاحبتها وجلال صاحب كمال والاب ديالها. ايوا استقبلوهم البنات اللي خدامين تما والعيالات ديال الدوار بالزغاريت والصلاه على النبي. ايوا كلشي فرحان وعرضوا لهم التمر والحليب ودوازاتاي محطوط فوق الطبله وشمنكيه عصير شمنكيه اللي حليتي عليها فمك محطوطه في ديك الطبله. ايوا ماشي كامل راه في الليل علمهم كاع الخدامات قال لهم غادي توجدوا كلشي من الطياب كلشي، وداكشي اللي جاب تما غير بالصواب. اما هو كما قال باها عليا هو مخصوص عنده كلشي اللي حليتي فمك تلقايه، الماكله على اشكال والوان. ايوا صافي المهم سلموا عليهم وباركوا ليهم وبقات كتسولها اخت كمال ايوا كي دازت الليله ديالكم وهادي وهادي. ايوا المهم زينب ولات حمراء وجهها بحال مطيشه. ايوا بقات كتقول لها خلي ليا اللي كيحشم، وهي تقول لها زينب ايوا لا لا بنعاودوا لك يا حبيبتي اش من حشمه. ايوا واش نقول لكم البطاله القزدره ما كتحشمش. ايوا صافي المهم بقات كضحك وهي تعيط لها هاجر قالت لها زين باجي نقول لك. قالت لها شنو بغيتي يا صاحبتي خلينا دابا حنا جالسين مع الناس. ايوا صافي هي هذيك تغداو واستقبلوهم استقبال زوين وصحاب الدوار كلشي فرحان والزغاريت والشطيح وكلشي. ايوا صافي منين تغداو زينب طلعت البيت ديالها وتبعاتها هاجر. قالت لها اختي شتك بنتي ليا ماشي هي هذيك، واش نتيا مدابزه مع العريس ولا كيفاش؟ انا عارفك شويطينه ما قوليش شنو درتي ليه. قالت لها شوفي الشريفه انا صارحته انا راك عارفه اني ما تنكذبش. قلت له شوف اخويا انا راه مزوجه بك غير بالسيف، راه با
زوجني بك بالسيف، انا ما بغيتك، ما عرفتك، ما خرجنا انا وياك، ما تلاقينا انا وياك، انت اللي بغيتيني وجيتي ديتيني. ويلي قالت لها هادشي كله قلتيه له، هو مسكين ما خلى ما دار عليك، ما خلى ذهب، ما خلى اللي دار عليك. قالت لها ايوا مالي انا في القليل الزين والطول والتجريده والجمال فين غيلقى بحال هادي. هو يحمد الله ويشكرو اللي غنبقى غادا معاه في جنبه ويقولوا الله على بوقوصه مزوج بها السي كمال. ويلي قالت لها صاحبتها ويلي الصقعه، واش انتي حماقيتي؟ عرفتي هاد الراجل بعدا راه الف وحده تمناه، الجمال والزين والطول، وشوفي العوينات معسلين والحجبان كي دايرين واللحيه مطراسيه. والله يا صاحبتي انا كون ما كنتش صاحبتك حتى نتزعط فيه. هي تقول لها زين نوضي تبقاي تحلمي حلمي بالليل، ما تبقايش تحلمي بالنهار. صافي قلبوها ضحك، بقاو كيضحكوا. هي تقول لها زين واش ما بالكش سفيان؟ قلت لها انا سفيان. قلت لها سفيان صاحبتي اللي كنت كنخرج معاه قبل ما نتزوج وداك الشيء. هي تبقى تشوف هاجر، هي تقول لها اش غادي نقول لك؟ شفتو ديك النهار راكب مع واحد خيتي مع واحد السعره في، المهم راكب معاه في واحد اللوطو، واش نقول لك البنت قرطاسه، وحتى هو لابس لك ضارب لك واحد الكويره وضرب لك واحد سروال الجين. وغادي لك وكيضحك ويفرنس. هي تقول لها زين اصلا هو كان غير كيتفلى، انا اللي حمقى كنت متيقاه وكيصحابني غادي يتزوج بيا. هو قالك مازال ما عينو في الزواج، هو مازال ما كونش راسو. هي تقول لها هاجر الشريفه راهي كان تيكذب عليك، شتي الراجل اللي كيشوف مراتو كتلبس داك اللباس المعري اللي كنتي كتلبسي وما جاتوش الغيره عليك وما كيهضرش وما كيقول لك والو، تيشكرك لباسك جاك زوين وجيتي مثيره. انا راه عرفتو غير كيتفلى عليك. الراجل الشرقي الحر هو اللي ما كيبغيش لحم مراتو يشوفوه الرجال. وهي تقول لها نوضي تقعدي، حاسه بحال كمال اللي جالس حدايا ماشي نتيا. صافي بقاو كيضحكوا. قالت لها نوضي نهبطوا حشومه، راه حماتك دابا جالسه لتحت ولوستك خصنا نجلسوا معاهم. صافي هبطوا جلسوا معاهم. المهم داروا كاسكروط وبقات عليهم جلسوا هادي. لا قالوا لا غادي نمشيو نتوما راكم باقيين عرسان جداد وخذوا راحتكم وداك الشيء. صافي مشات الام ديالها وبقات كتوصيها ديري عقلك وهذا الراجل راه ما غتلقايش بحالو وعندك ديري شي فضيحه ونقصي شويه من داك طوالة اللسان اللي فيك وبقيت تلبسي حوايج مستورين. قالت لها صافي كوني هانيه. صافي المهم كمال طلع للبيت ديالو خدا دوش وهبط. قال الخدامه الزاهيه قال لها فينا هي زينب؟ قالت له راه طلعت سيدي لبيتها. صافي بقى كيصوت، قال كيفاش دغيا طلعت كتجري لبيتها؟ واش انا جايبه امراه مزوج بها ولا ساكنه ليا في داك البيت وساده عليها؟ صافي لبس حوايجو قال الزاهيه انا غادي نخرج. قالت له صافي واخا سيدي. قال لها الا خصها شي حاجه عطيها لها ووريها زعما شنو كاين في الدار وهذه، حيت زعما هي راه باقا جديده عاد جات عروسه راه ما عارفاش تسالى في الفيلا والفيرما على زعما باش تعرف شنو فيها. صافي لاله زين بلي طلعت حيدات لك داك القفطان وحيدات ديك البلغه. ودخلت خدات الدوش وطلعت لك شي كريمات. المهم كريم ديال الفريز وكريم ديال الكريمات ديال الفواكه وطلصات وجهها حتى ما قد. لبسات لك واحد الكسيوه قصيوره ولبسات ومعريه من الصدر ولبسات لك صنداله ديال الصبع ودايره لك صباغه في الاحمر وشعرها خلاته مطلوق وهبطات وخرجت لبرا فين كاينين الخدامه وداك الشيء المهم كيزرعوها اللي مقابل الجرده واللي والسيده حاله فمها وجالسه كتشوف هنا وهنا. اما الخدامه شافتها وقالت لها لا ما تخرجيش راه باغي يجي سيدي ما غيبغيكش تخرجي هكايا. قالت لها شنو على سيدك تيحكم فيا انا نخرج كيما باغا. الخدامه مسكينه خافت منها. قالت لها صافي لاله سمحي لي. صافي. هو السي كمال جالس مقابل مع الخدامه كان هو تيكربل وما داكشي كيدير. غير هو يشوفها هو يكحل بالعمى. المهم جا كيجري لعندها قال لها اش هاد اللباس باش خارجه واش انت ما كتحشميش؟ قلت لك اللباس ديالك يكون مستور، راكي هنا ماشي في المدينه، راكي هنا في وسط دوار وكاينين ناس محترمين، راه العيالات ديالهم ما كيخرجوش ما تشوفيش الزغبه من شعرها. قالت له شنو مالك اخويا انت غتحكم فيا؟ واش جايبني ديرني في فيترينا؟ جايبني لهاد الفيرما ديالك تسد عليا وتخليني ما نخرجش نشم الهواء؟ انا راني في داري خصني نخرج نشم الهواء ونتنفس. هو يدور لقى الرجال كلشي كيشوف فيها الخدامه. هما يجري عليهم يقول لهم خرجوا عليا من هنا خرجوا يلا اللي عنده شي شغل يمشي يقضيه. صافي الخدامه مساكن مشاو كيجريو كيعصروا في جلايلهم. ويلي بغاو يقطعوا رزقهم هما جالسين كيشوفوا ليه في زينب.
يا وعدي يا ولا واه. ايوا صافي هو يشدها من يديها حتى طرطقات ليها، حتى تسمع الطراق الاول يديها. قال لها ما كتحشمي ما كتستحياي، دابا الرجال كاع شافوك هاد الخدامه اللي هنايا يمشيو يعاودوا لعيالاتهم راه شفنا مرات فلان، واش منك لابسه لك وش النصيقانها وشنا ها. ما بغيتيش تحشمي. هو يجمع معها واحد الصرفيقه حتى ولا وجهها احمر. قالت له صافي وليتي كضربني، واش شبع سيدي بهاد الفيرما ديالك وهاد الفيلا ديالك شبع بيهم، انا ما بقيتش باغيه نخرج صافي، انا غادي نمشي ندخل للبيت ونسد عليا حتى نغمال صافا سيدي. ايوا المهم مشات كتجري ودخلت وسدت عليها الباب، وبقات كتبكي 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 حتى شبعات بكا وناضت السيده مسطيه. شبعات بكا وناضت كضحك وتهضر في التليفون مع البنات ودخلت الانستغرام ودخلت الفيسبوك. قال لا فلا لا قال لا فلا لا ما مسوقاش. اما هو مسكين كمال بقات فيه واخا عايرها وداكشي بقات فيه. المهم وهو راه كيبغيها ولكن هي ما مسوقاش ليه. ماشي حب من اول نظره، هو من اول مره شافها صافي بغاها بكل صدق. يعني هو ما عمر شي وحده ما دخلت ليه لقلبه. يعني شحال البنات اللي كانوا كيتزاوطوا له تحت رجليه وما كايناش اللي عمرات له القلب ديالو. حتى جات لاله زينب وبغات تخرجها منه مسكين. ايوا صافي بقات يصوت وينفخ وندم كاع اللي عايرها. يعني كون شدها غير بالهداوه وقال لها دخلي وحشومه ما خصكيش تكوني هكا عريانه وهادي صافي. بقات يصوت وينفخ هو يعيط للخدامه. قال لها واش كلات؟ قالت له لا ما كلاتش يا سيدي. صافي هو يقول غادي يطلع يفيقها باش تاكل ولا يطلع لها الماكله. المهم طلع لقى السيده مفرشخه رجل هنا ورجل له ونعسه عريانه. السيده دوشات وما لبستش حوايجها، بقات غير بالملابس الداخليه والبنوار وناعسه حله فمها. ايوا هو مسكين اللي شاف داك الحاله السيد صافي مشى فينا هو كمال غبر كمال ما بقاش بقاو غير رجليه كيلعبوا به. المهم قرب لحدها وبقى كيشوف فيها وبقى كيتحسر ويتنهد كيفاش اللي هو كيبغيها وهي مانعاه ما يقيسها ما حتى شي حاجه. يعني لا حقوقه الشرعيه ياخذها ولا حتى شي حاجه. المهم قرب ليها وبقى تيلعب لها هكا في الخصلات ديال الشعر ديالها. شافها بدات كتحرك صافي هو يخرج وسد الباب. هي قالت ناضت مع ديك السداد الباب ناضت قالت واش شي واحد كان هنا؟ لا ما يمكنش شكون غادي يكون هذاك المتوحش راه عايرني راه غادي يكون مشي ينعس العروبي الاخر مكلخ. صافي هو يقول الخدامه طلعي لعندها راها فاقت طلعي لها الماكله ولا بغات تهبط تاكل تهبط. صافي طلعت عنده الخدامه عند الخدامه عند زينب. قالت لها واش غتاكلي يا لاله؟ قالت لها قالت لها شنو تقاد لي وشنو تقاد لي؟ قالت لها واش تهبطي تاكلي لتحت؟ قالت لها لا ما باغا ما فيا ما يشوف داك القط المغوبش. هي تهز فيها الزاهيه عينيها وبقات كضحك. قالت لها شكون هذا القط المغوبش؟ قالت لها ما عرفتيش سيدك كمال. ايوا بقاو تيضحكوا. قالت لها الزاهيه والله الا انت اللي عبرتي القط المغوبش. قالت لها كمال راه ظريفه بنتي وزوين وولد الناس راكي غير ما عرفتي ليش راه عرفتي هو راه كيتعامل مع الناس هنا كلهم بحال خوتو وبحال والديه. قالت لها على زينو انا غير خرجت سبني ما خلاش ليا وعلاش خارجه والفيلا ديالي والفيرما ديالي. قالت لها شوفي هو راه ما قالكش هكاك زعما يتباهى عليك بهذا الشيء زعما راه ما خصكيش تخرجي بنتي وراه الرجال غادي يشوفوك وهادي وهادي. حيت الزاهيه زعما مرا كبيره شويه في السن وزينب يعني احترمتها كون كانت قدا في اللاج كون راه شوهات بها تقول لها شنو حتى انت وليتي كتحكمي فيا. قالت لها ايوا خالتي انا راه ما مولفاش داكشي وهادي وهادي. قالت لها والله يرضي عليك بنتي الله يكملك من عقلك. ايوا صافي خلاتها كتاكل. ايوا كمل صافي لبس حوايجو ومشى يشوف الشركات ديالو ويشوف المشاريع ديالو واش هو يبقى مقابل غا مع زينب. المهم مشى للخدمه ولكن ما قدرش يخدم غير كيصوت وينفخ حتى حاجه ما جايه على بالو حتى حاجه ما جايه على كانتو. حمقات وزينب وخرجت له العقل. كيفاش كيقول كيفاش هي ما بغاتنيش وبغى يعني كيفاش يدير باش يوصل لها باش يرضيها باش تبغيه. ولكن الغرور ديالو والكبرياء ديالو ما كيسمحولوش. صافي هو قال لها المهم عطاها مهله عام ولا 6 شهور ديال الزواج وغادي تمشي بحالها. المهم رجع للدار لقاها جالسه كتوجع وتقطع. قال لها مالك؟ قالت له لا ما ماليش. قال لها شتي كتوجعي وتقطعي من الصباح؟ قالت له لا ما ماليش شويه. نضت كتجرب دخلت للحمام وبقات كترد حتى عينيها خرجوا ليها بالردان وجهها والله احمر. المهم شد لها راسها وبقى كيقول لها مالك واش كليتي شي حاجه ماشي هي هذيك واش ضربك البرد راكي كتعراي وقيلا ضربك البرد وهي تنطر منه. قالت له صافي هادشي اللي عرفتي كنتعرى ضربني البرد. اوف. قال لها راه غير قلت لك زعما انايا وخاف عليها بزاف وهي لاحظه داك الخوف ديالو عليها. قالت يا شو دابا
كون كان داك سفيان واخا كنت كنقولوا راه فيا الحريق ولا شحال من مره كتكون خارجه مع سفيان وكيشد هذاك الحريق، ما عمره ما قال لها نديك للطبيب ولا ناخذ لك شي دواء ولا شي حاجه، حدو كيوصلها ويحطها، كيحطها يعني بعيد على دارهم باش ما يشوفوهاش الناس ها هي جايه في طوموبيل. صافي المهم بقات كتفكر، المهم هزها وحطها فوق السرير وقالت له لا لا عافاك ديني للحمام. قال لها شنو غديري في الحمام؟ قالت له غير ديني عافاك للحمام. المهم صافي هو يقول لها واخا، صافي وداها ودخلها للحمام. صافي بقى كيتسناها تعطلات شي شويه هي خارجه، بقات جالسه. المهم بقات جالسه شي شويه عاوتاني ولا جهاد عليها داك الردان، عاوتاني نط كترد كترد كترد، صافي ما قداتش توقف. صافي هو يهزها هكا بين يديه حتى حطها فوق السرير. قال لها مالكي، واش كتحسي بشي وجع؟ شنو فيك وهادي؟ المهم السيده حشمات، اش غادي تقول له؟ واش تقول له راه العاده الشهريه غادي تجيني؟ ما قدراتش تقولها له. بقات كتشوف فيه صافي وحشمات. قالت له لا ما فيا والو. وهي تدخل ديك زينب وقالت لها الا مالك بنيتي؟ قالت لها لا ما ماليش خالتي. وهي تقول له هي اللي غير بغات تجي، لي غير وكدير لها هكايا. والسيد ولا احمر 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 احمر، غادي يطرطق ليه وجهه بالحموريه، حشم. اما زينب حتى هي حشمات ومرقات. ويلي فضحاتني الله يعطيها فضيحه، وانا اللي من الصباح صابره وما بغياش نقول. هو يقول لها شنو الدواء اللي كتاخدي؟ قالت له السميه ديال الدواء اللي كتاخد. هو يقول هذه الزاهيه، خالتي الزاهيه سيري عيط للشيفور وقول له يمشي يجيب هذا الدواء، ما يجي حتى يجيبو. قالت له واخا ولدي. صافي مشات الزاهيه، خرجت وخلاتهم بجوج. وصافي وهي كيجهاد عليها الحريق بزاف. صافي قال لها واش مازال فيك الحرق؟ قالت له قال لها غنمشي نقاد لك شي حاجه. مشى قاد لها كاس ديال الحليب باللويزه وجابوا ليها وشرباتو. ومهم دفات شويه، عاود قالت له راه باقي فيا الحريق. المهم بقى شاد لها في راسها وكيماصي ليها في كرشها، وحسات بواحد الراحه. يعني بقات كتشوف فيه كيفاش كيهتم بيها وكيفاش وهي اللي عايرات وما خلات له يا العروب يا المعفون يا الخانزيه. صافي عاوتاني هبط قاد لها الزعتر وداكشي. المهم هو راه السيد ولد العروبيه راه عنده خبره في هادشي ديال العشوب. المهم قاد لها عاوتاني الزعتر وداكشي وطلعوا لها، قال لها غادي تشربي هاد الكاس ديال الزعتر وغادي تحاولي تناسي. المهم صافي هي بقات كتحاول تنعس وهو ما بغاش يمشي كاع من حداها، بقى جالس حداها حتى داه النعاس حداها. صافي شي شويه جات الزاهيه قالت له انا جبت ليها الدواء، فيقها قال لها نوضي تشربي الدواء. عطاها شربت الدواء. صافي وهي بغات تنوض، قال لها لا غير جلسي ناعسه، اللي بغيتي غادي يجي حتى لعندك. قالت له راني بغيت نمشي للحمام، ديني عافاك للحمام. هو يهزها وداها للحمام وحطها في باب الحمام وبقى واقف كيتسنى لاله الاميره تخرج ويعاود يهزها ويحطها في السرير. ايوا صافي وهي خرجت قالت له لا 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 غنمشي على رجلي. قال لا لا انت بنتي راكي عيانه، انا غادي نتكلف بك ما تهضريش، منين تبري ودبري راسك. صافي هزات عينيها فيه وميقات فيه. قالت نفخه حتى كيتنفخ عليا حتى دابا وانا مريضه. ايوا صافي هزها وحطها في السرير ديالها وبقى جالس حداها قلبها لقى لها طالعه لها السخانه. صافي مشى جاب واحد الفوطه وحط فيها في واحد الجبانه ديال الماء وجالس كيدير لها كمادات. المهم حتى داها نعس ونعسات وبقى كيلعب لها في شعرها وكيقول زعما انا اللي بغيتك وحبيتك من اول نظره وانتي ما بغيتينيش وعايرتيني وما خليتي ما قلتي فيا. صافي بقى كيتنهد وكيتحسر على حاله. المهم حتى داه النعاس. ايوا وهي نعسات حتى هي ضربها الفيقه، كتشوف شي حاجه ثقيله على صدرها، بقات كتحرك كتقول شكون انا مهمتي اللي هبط لي على صدري. صافي هي هذيك هي الدور هي تلقاه حداها ناس كيبان لها داك النيف مرسوم ودوك الفيم بحال الخويتم حميمر والعوينات ناعسين نايمين وحجبانهم مطلاقين. هز حاجبو حط حاجبو ناعس وشعرو اللي طايح له على عينيه. صافي بقات كتلعب له في شعره، كتلعب له في شعره كدوز له على وجهه. وشي شويه بقات كتلعب له في شفايفو بصبعها هو يعضها من صبعها. قال لها على ما كتقلبي هاد الصباح دابا انت راكي ما صالحاش ليا. اه صافي وهي فهماتو شنو قال وبقات يعني ولات حمراء وجاتها الضحكه ودورات وجهها. قال لها كي وليتي لاباس مزيان شويه؟ قالت له شويه الحمد لله. المهم بدات كتبسم ليه وهداك الشيء، ولكن هو باقي معفر عليها. ايوا صافي قال لها المهم لاباس عليك انا بقيت معاك حتى دابا وليتي شويه، صافي خذي البيت هو ديالك. صافي وهي تقول له حتى وصل للباب وهي تعيط له زينب قالت له شكرا. قال علاش كتشكريني؟ هذا الواجب ديالي، انت راكي مراتي.
ايوا هي زينب تنهدات وقالت مراتك غير بالفم، مراتك غير في الوراق. هو صافي ما داهاش فيها وخرج بحالاتو. صافي من ديك الساعه ما عاودش بان لها تقريبا نهار كامل، ما بانلهاش. المهم هي بقات في الفيرما غادا جايه وتخرج وهادي وهادي. المهم وما بقاتش كتحاول ترضيه، يعني ما بقاتش كتبغي تلبس داك اللباس المعري. ايوا صافي ونعسات. وفي العشيه جا كمال وسول عليها الخدامه، قال لها فين هي زينب؟ قالت له راها نعسات. قال لها واش ولات مزيان؟ قالت له راه مزيان، خدات الدواء ديالها وراها مزيان. صافي مشات هو خدا الدوش ديالو ودخل طلع عليها لقاها ناعسه. صافي وخرج مشى بحالو للبيت. صافي اصبحنا واصبح الملك لله. نط البطاله ديالنا ولبست كسيوه. المهم هاد المره ولات كتحاول تلبس شي شويه اللباس مستور، واخا راه ما مستور والو. ديك اللبسه اللي لبست راه مكفسه. قالوا جات تكحلها عماتها. ايوا صافي لبست واحد السروال مزير، كولون مزير، ولبست فوقه واحد قويميجه محلوله كلها من الصدر، وفيها واحد بحال تقيبات هكا في اليدين. ايوا صافي وخلات شعرها مطلوق ودارت مكياج صارخ. ايوا هبطت لتحت، دخلت الكوزينه، لقات الخدامات كلها وشنو كيدير، ها اللي كيطيب الملوي، ها اللي كيدير مسكوته، ها اللي كيقضي الشغل واللي كيجمع، وكل المهم كلها وشنو كيدير. صافي وخرجات بحالاتها وقالت لها الزاهيه سيره بنتي جلسي في الطبلات في الطريق، راه كمال كيفطر. المهم مشات دخلت نيشان، لقات كمال جالس كيفطر. قالت له صباح الخير. قال لها صباح الخير، وهي اول مره غادي تقول له صباح الخير، مولفه غير كتجي وتجلس، ما كتسلم ما كتدوي. المهم قال لها صباح الخير، وهو يطلع حاجب ويهز حاجب. زعما شطر هاد السيده جايه كتصبح عليا. صافي وقال لها كي صبحتي مزيان كي وليتي شويه؟ قالت له لاباس الحمد لله. قال لها واش تبغي نخرجوا؟ قالت له نخرجوا. قال لها المهم انا عندي واحد الشغل، فاش غادي نرجع ندوز عليك ان شاء الله وغادي نخرجوا، ولكن شوفي لبسي شي حاجه مستوره عندك، تلبسي داك اللباس عاوتاني. قالت له سوف يكون هاني، غندير الدره والجلابه والصابو باش ما يبانوش ترجيلاتي. او بقى كيشوف فيها، قال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال لها ديري اللي عجبك. صافي مشى كمال وسمح فيها، باغا تحمقوا هادي مسطيه وجابها له الله تكمل عليه. ايوا مشات السيده نسات داكشي اللي قال لها كمال، سيري هزي داك التليفون وعيطي وتصوري وحطي تصاورك في ستوري وما خلي ما ديري. ايوا السيد هز التليفون كيبقش فيه حتى كتطلع له. المهم حاطه في الحاله ديال الواتساب واحد التصويره ديالها معريه، صدرها كله كيبان والفم محمر والعينين كيديرين بالماكياج ومركزه على عينيها وشعرها مطلوق ودايره عاوتاني في الحاله مصيبه، جالسه كتغني. ايوا صافي السيد هو يرضخ على المكتب ديالو. صافي كيصوني عليها ما كتجاوبوش، او يركب في الطوموبيل وكسيره نيشان للفيرما حتى كتسمع الرويض ديال الطوموبيل كيتكرطوا في الارض. قالت اش واقع؟ كطل كيبان لها كمال جاي شاعل، وزادت كملاتها وجملاتها لابسه غير واحد الشورت قصير وواحد ديباغدور وواقفه في البانكو، كلشي كيشوف فيها، كاع الخدامه كيتمنظروا. ايوا صافي طلعتي يجري في الدروج ما حساتو حتى ردح عليها الباب، تحل الباب بواحد الجهد. هي تقول له مالك اشنو واقع شنو طرا؟ هو يشدها من فكها حتى عينيها دمعوا. قال واش باغي تحمقي جد بويا؟ ها زعما شنو هادشي كديري؟ شنو واش ما كتحشميش؟ شنو هاد التصاور حاطه؟ شنو هاد التصاور حاطه في انستغرام وحاطه في الفيسبوك وحاطه في الواتساب؟ واش ما كتحشميش؟ شنو هاد التعريه هادي اللي حاطه؟ زعما ما بقيتيش كتحشمي دابا؟ صافي انت خرجتي ليها نيشان. قالت له قال لها دابا هاد الحمك رخيص، الحمك رخيص انتيا كلشي يشوفو. قالت له لا والله الا راني غير كنت كنتصور وراه كنصيفط نحط مع البنات وصحاباتي شنو حاطين وصحاباتي شنو دايرين. قال لها انا غادي نوريك دابا، انا ماشي راجله. دابا انت اللي قلبتي عليا، انت اللي قلبتي عليا. ايوا صافي هو يشدها وردخها مع السرير وبدا كيحيد حوايجو. بدا تيحيد في الشوميج ديالو وتيقرب ليها وهي كتقول شنو غادي دير؟ بعد مني انا ما تنحملكش، بعد مني انا ما بغيتكش. صافي بقى كيقرب ليها صافي حتى نقض عليها بحال شي فريسه. ايوا المهم كملوا من عقلكم البنات. ايوا صافي المهم حتى صافي يعني نسميه كما قالت له هي اغتصاب. هو يقول لها سمحي لي ولكن انت اللي خليتيني اللي اضطريتيني باش ندير هكايا.
وبقات كتشوف فيه وهي تقول له خرج عليا خرج عليا خرج عليا ما نشوفكش ما بغيتش نشوفك قدامي. صافي بقات كتغوت كتغوت حتى سخفات. المهم داكشي اللي دار فيها السيد بزاف. صافي حتى جاتها الفيضه ولا كيشوف الدمايات كلشي كيشرشر. المهم حتى هو تخلع، مشى كيجري عيط للزاهيه، قال لها عيط للطبيب. قالت له اويلي شنو مال هادي شنو درتي فيها اويلي؟ الزاهيه مابقاتش كتحشم، قالت له اش درتي فيها يا المسخوط اويلي واش انت وحش ولا بنادم؟ المهم هو حشم، ما لقى ما يقول، حشم او اصلا هو كيحترم الزاهيه. صافي خرج بحالاتو. الزاهيه عيطه الشيفور مشى عيط للطبيبه، جات حاضره ديك الساعه. دخلت الطبيبه لقاتها كلها حالتها. المهم داواتها وعطاتها الدواء وراكم عارفين يعني خص ضروري دير لها الدواء في المنطقه الحساسه. ايوا صافي بقات كداويها وداك الشيء. صافي خرجت الطبيبه اللي عنده قالت له هي باقا صغيره يلاه عندها 18 عام، ما كانش زعما خصك دير معاها هكايا، كان غير بالهداوه صافي. هو حشم وما رضاش، يعني واش هو وحش؟ هو راه يعني انسان ظريف وزوين، ولكن هي اللي اضطرته باش يتعامل معاها هكا. صافي وقال الطبيبه شكرا داك الشيء يعني دخلي سوق راسك. ايوا صافي الطبيبه مشات بحالها. ايوا هو يدخل عند زينبيه تشوف فيه، قالت له خرج عليا ما بغاش نشوف وجهك ولا نشوف كمارتك، انا ما بغاش نشوفك، انا الصباح غادي نمشي بحالي، انا ما بقيتش حاملاك، ما حاملاش شي واحد سميتو كمال، انت وحش ماشي بنادم انت، حاشا واش تكون بنادم انت وحش وحش. صافي كمال مشى بحالو. صافي شافها جاتها حاله يعني انهيار عصبي، تعصبات وبقات كتغوت وكتنتف في راسها. صافي هو يخرج بحالاتو كمال، قال ما نعاودش ندور بها. صافي هي تقول له الزاهيه شوف اودي خليها على رضا عليك تترتاح، دابا هي راها مريضه وخصها ترتاح كما قالت لك الطبيبه. اصلا الطبيبه قالت له المهم ما تعاودش تدخل عندها يعني تعاشرها وداك الشيء. قال لها صافي اصلا هو راه غير عصباتو باش دار هادشي، اما هو ما كانش ناوي كاع يقيسها كما قال لي الناس، بقى معاه 6 شهور ولا عام وتمشي بحالها، ولكن هي اللي استفزاتو. صافي مشى كمال شي 3 ايام ما بقاش كيبان لها، تيخليها حتى كتنعس وكيجي كيجلس حداها حتى كيقرب يصبح الحال وكينوض يتسلت بشويه ويمشي بحالاتو. وهي ما يعني كتكون ناعسه بحال كتحلم، راه كمال كيجي يجلس معاها وداك الشيء. هي كيصحابها غير كتحلم وداك الشيء راه واقع، يعني هو راه كيجي يجلس يقابلها ويجلس معاها ولا خصها حتى شي حاجه كيشوفها كتحرك وهكا. صافي حتى برات ولات مزيان، ولات شويه وداك الشيء، ولات كتخرج وداك الشيء. ايوا كمال غادي تجي خت صاحبو جلال اللي كانت في فرنسا، وهي كانت كتبغي كمال، يعني كانت حاطه عليه العين وكانت باغيه تزوج به، ولكن هو كما قلت لكم ما تيبغيهاش، يعني هو ما يمكنلوش يتزوج بشي وحده ما تيحملها ما حتى شي حاجه حيت هي كتبغيه. صافي عيط له جلال قال له امضرا كي داير لاباس عليك كي دايره الامور، قال له كلشي بخير، حيت جلال غير منين دوز كمال العرس هو كان عنده شي شغل سافر، عنده شغل وسافر مشى يقضيه. قالوا الامور مزيانه وداك الشيء. قالوا صافي راه اختي نسرين غادي تجي وراه قلت لها راك تزوجتي وهادي، وراه غادي تجي تبارك لك وتجلس معك تجلس عندك شي ايام في الفيرما حتى نجي انا من الصفر. قال له كامل الله يا ودي مرحبا بها تجي على الراس والعين. ايوا صافي كان جالس كامل في الجردة وزين بسد عليها في البيت ديالها وكطل من البانكو حتى كتشوف واحد الطوموبيل وقفات كي ديك الطوموبيل واعره كاط واعره وهابطه منها واحد خيتي اش غادي نقول لكم، اللباس اللي لابسه كيحمق مع اختكم زينب بليه بالتعريه ومتبعه الموضه احمقت على داك اللباس. اما منين شافتها السيده زهراء والطول تقول غير عريضه ازياء، بقات كتشوف فيها وهي تقول شكون هادي. المهم حتى هبطت نسرين وبقات غادا وكتعوج وكمال كان جالس في الجرده. خلاص هادشي كله داز قدام العينين ديال زينب. المهم وقف كمال وسلم عليها، المهم سلم عليها بالوجه وداك الشيء. اما زينب فاش شافته سلم عليها في وجهها يعني تقرصات بحال شي حاجه نغزاتها في قلبها، يعني ما عجبهاش الحال كيفاش كتسلم عليه من وجهه. صافي وهي تنفض ديك الافكار من راسها، قالت انا مالي، انا بقات لي انا معاه شي 6 شهور ولا ما كاملش وغادي يمشي في حالي، الزواج ديال الويل المغتصب الاخر القط المغوبش. صافي وبقات كتهضري بوحدها. صافي كمال استقبل نسرين وقال لها زيدي وجلسي ومرحبا بك والدار دارك هانتي فاش تبغي تخرجي تشوفي الطبيعه ولا تشوفي شي حاجه انا نخرجك وانا نسارك وانا ندير كل شيء. صافي ودها ورا لها البيت ديالها
اللي كان حدا البيت ديالو. صافي شي شويه زينب وهي هابطه لابسه حتى هي مزيان ومقاده على الحاله. صافي هبطت للصالون وجلسات وقالت السلام عليكم. قال لها كمال عليكم السلام، وهي تقول لها نسرين السلام كي دايره لبس عليك واش انت هي مرات كمال؟ قالت لها زينب انا هي مرات كمال. وهي بقات كتعوج عليها وزينب حتى هي مبعككه قالت لها قلتي ما شتيش. ايوا صافي بقات كتميق فيها وتطلع وتهبط. كمال خلاص كان عارف بان نسرين كتبغيه وداكشي، وشحال من مره كتعترف له وكترمي راسها عليه ولكن هو ما باغيهاش. صافي هما يسمحوا في زينب وقال لها واش غتطلعي ترتاحي؟ قالت له قال لها راني وريتك البيت قبيله وداك الشيء. قالت له قالت له ممكن تطلع معايا توريني عافاك سميتو توريني واحد شي وراق راني جايباهم وباغيه نسنيهم وداك الشيء. والسيده بقات تلفات في الهضره ما بقات ما تقول له طلعت وريني طلعت سني لي. زين بقات غير كتشوف فيها قالت من هذيك كتفتف اش غادي يسني ليها واش غادي يوري ليها. هي بالعاني غير بغات دير هكا قدام زينب، يعني هي جايه ناويه بغات تخرب عليهم كما قالوا المصريين. زين بقات كتميق فيها. صافي كمال قال على نيتو هو قال لها مرحبا زيدي. ايوا صافي طلعوا كيهضروا كيضحكوا. المهم هما الاصدقاء ديال الطفوله يعني ماشي كيجمعوا غير هي كتبغيه، يعني اصدقاء من الطفوله. صافي زين ما عجبهاش الحال بقات كتميق في كمال، وكمال حتى هو حس بها يعني ما عجبهاش الحال، وحتى هو زاد فيه وغادي وكيضحك مع نسرين وكيتعاود معاها باغي يفقصها حتى هو كيرد لها الصرف. ايوا صافي شي شويه وهي زين بقات كتصوت وتنهد وهي تشوف فيها الحاجه الزاهيه وقالت لها غرتي ها. هي تقول لها زينب ايوا صافي حتى هذا كيغيروا عليه الناس. قالت لها ومالو تبارك الله غزال الف وحده تمناه. ايوا شوفي تقولي هارب من شي فيلم تركي ولا شي فيلم مصري. ايوا بقاو تيضحكوا. قالت لها وزتي فيها خالتي الزايه شوفي كي داير. قالت لها ولا واه ياك ما بديتي كطيحي في الشبكه. ايوا بقاو تيضحكوا. صافي كمال وراها وقال لها صافي انا غادي نمشي في حالي الناس في بيتي. ايوا صافي هو يجي عند زينب داخل وقالت له اشنو بغيتي اخويا فين جاي؟ قال لها غنجي ناس معاك في البيت. قالت له كيفاش تنس معايا في البيت سير تمشي لبيتك. قال لها دابا راه نيسرين جات لعندنا ولا شافتني انا كنبات في بيت وانتي في بيت يعني غتقول هادو راه زواجهم ماشي حقيقي. ايوا وغادي تقولها لامي او هادشي وامي غتقولها لامك. ايوا غنصدقوا في شي طاب وشي ما طاب يعني كلشي غادي يعرف زواجنا غير على الوراق. هي تضرب لها الطن يعني جاتها الغيره من نسرين. صافي وهي تسكت قالت له صافي شوف انت غتنعس في ديك الكنب وانا غنعس هنا في الناموسيه. قال لها واش من نيتك دابا انا بالطوله ديالي والتجريده غتقدني ديك الكنب انا كنجلس وما كتقدنيش. هي تقول له شوف انا راه ما نقدرش ننعس فيها انا مولفه كنعس في السرير ديالي. هو يقول لها صافي انا غادي نعس من هاد الجنب وانت غادي تنعسي من هاد الجنب ونديروا المخد بيناتنا. المهم قالت له شوف الحدود ديالك راك غادي تلزمهم ما تقربش لحدايا ما نقرب لحداك. قال صافي متفقين لا لا. صافي وبقى كيتبسم وكيضحك يعني هو دار ديك الخطه ديال نسرين غادي تقول راه ما كتنعش في البيت وهادي غير دار على الخطه وما نسرين شغل ينعس فين ما بغى. ايوا صافي مشات هي خدات الدوش ديالها وجات كتحشات في بلاصتها. ومهم كمالنا حتى هو خدا الدوش ديالو وخرج ملوي عليه الفوطه غير على نصو وشعرو كيقطر بالماء. وصافي والسيده بقات حاله فمها فيه نسات بان شنو دار فيها ومخاصمه معاه وداكشي بقات حاله فمها فيه. ايوا صافي حتى هو عاق بها كتشوف فيه وداكشي بقى غادي كيتمشى ويجي قدامها بالعاني حتى هو مطور. ايوا صافي شي شويه هي دير مخده على راسها وتنعس. ايوا صافي بقى كيتبسم. ايوا صافي ومشى نعس الصباح ضربته الفيقه لقى مصيفطالو نسرين جوج ميساجات كتلو زعما باش تنوض يخرجها ويساريها وداك الشيء. صافي ناض خدا دوش ديالو ولبس حوايجو. المهم لبس واحد السروال ديال الجين في الكري ولبس واحد السميج في الابيض ولبس سبادري في الكحل ودار الساعه ديالو الرجوليه ودار واحد العطر اللي زوين فاش كتسمو زين بكات حماق. ايوا صافي وقاد حالته. زين ضربتها الفيقه لقاتو كيقاد في حالته ما حسات براسها حتى قالت له وفين غادي بالسلامه بديك التزيزه ها فين غادي بالسلامه على الصباح. كامل تصدم دار واحد الدوره وطلع حاجبو هبط قال لها في خاطرو من نيتك كتسوليني فين غادي مال هادي.
وهي تقول له راني سولتك جاوبني فين غادي. قال لها خارج. قالت له فين خارج؟ قال لها غادي نخرج مع نسرين، غنديها نوريها الطبيعه ونوريها، المهم نساليها شي شويه. وهي تقول حتى انا غادي نمشي معاك. قال لها واش غتمشي ديري معايا انت راكي مولفه كتسال. قلت لك حتى انا غادي نمشي معاك. قال لها يلاه نوض لاله مرحبا بك. ايوا المهم كمال بقى كيتبسم وعاق بها بالسيده غارت، يعني ولات كتميل ليه حتى هي. صافي ناضت بالزربه قادات لك لبسات لك سروال ديال الجين مقطع من الركابي. ايوا ولبسات لك واحد الصنداله، يعني كانت غتلبس برديله. منين شافت ديك المعوجه النسرين لابس الصنداله حتى هي ناضت لبسات الصنداله. ايوا بقات دات الماكياج ولبسات واحد الصفات ما هكا قصيره كتبين البوط، وبقات دات لك الماكياج صارخ وطلقات لك شعرها. كامل مشى هبط لتحت باش يهضر مع نسرين، حتى كيشوف السيده هابطه بحال هابطه شي عارضه ازياء، بحال غادا تصور شي فيلم. هابطه وكتعوج طك طك طك. هو يقول لها زينب ممكن توقفي تما، بغيت نهضر معاك نسولك على شي حوايج راه ما عرفت فين درتهم. قالت له واخا مرحبا حبيبه. السيد صدم كيفاش مرحبا حبيبه ويلي هذه ولات حبيبه عاد جرات عليا وقالت لي ما نشوف حسك ما نشوف اخبارك. المهم طلع عرفها كتمثل جاتها الغيره من نسرين وبدات كتمثل. ايوا صافي طلع لعندها قال لها شدها من كفه قال لها غادي تزيدي بلا ما تجعريني وبلا ما تقوي معايا الهضره. قلت له شنو كاين؟ قال لها تحركي قدامي غتلبسي شي حاجه مستوره وغتشدي شي فولار ترميه على داك الشعر، ولا سيري تجلسي في حالك ما تخرجي معايا ما نخرج معاك. قالت له علاش اسيدي انا غنلبس هذا الشيء وما شتيش ديك خيتي شنو لابسه؟ شوفي هي كيفاش لابسه. ها علاش ما هضرتيش معاها؟ هو يقول لها كمال هي ما كتهمنيش وهي ماشي مراتي، وانتي هي اللي مرتي وكتهميني، اما هي ما كتهمنيش غير اخت صاحبي، فهمتي؟ يلا تحركي لبسي حوايجك دابا. ايوا السيده فرحات هذيك ما كيتهمنيش انتي اللي كتهميني، غير هاد جوج كلمات اللي خضات. ايوا صافي المهم داكشي اللي دارت مشات لبسات السروال عادي واسع، يعني ما مزيرش بزاف وما فيه لا تقاطع لا حتى شي حاجه، ولبسات واحد القبيه والشان ما بغاتش ديرو. المهم بقات دايره الشان غير في عنقها. صافي هبطات لتحت ووقفات لقات نسرين واقفه وداك الشيء هو وكمال اللي حيد لها داك الشان من عنقها وحيد لها القبيه من راسها. صافي ولوا لها الشان وقادوا لها هكا، ونسرين كتشوف غادي تموت بالفقصه. صافي هو يقول لها يلا زيدي دابا. صافي خرجوا. المهم نسرين نقزات وركبات حدا كمال، وزين باللي كانت باغيه تركب حداه وما عجبهاش البلان كيفاش هادي نقزات وركبات ليها في بلاصتها. المهم وكمال غادي يموت بالضحك كيضحك وكيخاف لا تشوفه، وهي تركب اللور وتزدح الطوموبيل زدف. وكمال غادي وتيشوف فيها من الجاج وهي كتصوت وتنفخ وما عجبها حالو تفرك في يديها. السيده غادي تطرطق بالاعصاب، اما نسرين واخده راحتها غادا وكتغزل في كمال وكتشوف فيه شي شوفات. صافي السيده قالت لك حالفه حتى تجي تجري على زينب وترجع هي مولا الدار وهي الري وهي الشوار. ايوا مع من درتيها راه زينب هذيك واجرك على الله، قالك ديرها في الرجال وترجاها وديرها في النساء وما تنساها. ايوا هي هذيك. ايوا صافي مشاو هبطوا، ونسرين غير لاصقه في كمال منين ما دات كتشد فيه، مره تشدلو في كتفو مره تشدلو في يدو. اما زينب واحد زينب فينا هي زينب غادي تموت بالغيره والفقصه. شي شويه ما حسات براسها حتى هي حتى جات وقبطات الكمال في يديه. كمال اللي غادي يموت بالضحك، يعني عرفها ولات كتميل ليه وجايه الغيره. هو يقرب لعندها حدا ودنيها وقال لها علاش شاده فيا؟ ها ياك ما كتغيري عليا من نسرين؟ وهي تقول له علاش غادي نغير عليك راه غير كنت غادي نطيح وشديت فيك. كنتي غادي تطيحي وشديتي فيا. ايوا دابا راه انت ما بقيتيش غطيحي وتلقي مني. او هي صافي بغات تنطر يديها منه هو يشدها ويزير عليها. صافي بقاو غاديين وكيهضروا وما بغاش يحيد يدو عليها، او غاديين وكيهضروا داكشي. اما لاله نسرين غادي تموت بالفقصه، هي اللي جايه باش تستولي على العريس صدقات السيده عاد ما قرباتهم، حيت خوها يعني جلال عاود لها على نيتو، يعني هو صاحب كمال وكيبغيه وما تقولوا خوه، ولكن عاود لها زعما بان كمال راه عاود له بان راه ما بغاتوش وهذه صافي قالتي صافي مني هي ما باغياش انا غادي نمشي نخرب عليهم. صافي بقات كدير داكشي ديالها تقرب من كمال وكتبغي تحرش به وداكشي، ولكن والو كتلقى زين بلها في المرصاد. صافي رجعوا للدار وكمال قالت له نسرين اجي نجلسوا راه باقي الحال.
نجلسوا نهضروا شويه وناخذوا شي كافي. صافي هو يعيط للخدامه قال لها صاوبي لنا قهوه. وزينب كانت طالعه مني سمعتهم غادي يجلسوا وهي تعيط له كامل ما غاديش تطلع حبيبه نعسو حنا عيينا. كامل دار لها وبقى تيشوف فيها وبقى تيقول اش هاد المخلوقه يا سيدي ربي عطيتيني يا ربي اش هاد المخلوقه. هو يقول لها واخا حبيبه هاني جاي غير سبقيني هاني جاي نشرب قهوه ونجي. وهي تقول له صافي حتى انا باغي ناخذ معكم قهوه طلب لي حتى انا نقول لخالتي زينب تقاد لنا قهوه كاملين انا بغيتها بلا سكر. وكتعيب نسرين. نسرين قالت لها حبيبه حتى انت كتاخذ القهوه بلا سكر قالت لها حبيبه حتى انا دايره الريجيم. كمال بقى تيشوف فيهم بجوج وكيموت بالضحك وكيضحك وكيخبي وجهه باش ما تعيقش بيه زين. المهم صافي خداو القهوه ديالهم وداك الشيء صافي كمال قال نسرين تصبحي على خير غادي نطلع الناس. صافي طلع كمال وزينب. المهم يلا وصلوا سدات الباب وهي تبقى تغوت عليه قالت له كيفاش زعما حبيبه اجي نشربوا قهوه. لا قالت له شتا دخلتي كتعوج عليا هنايا. هو يقول لها كمان وانت مالكي سوقك فيها هذيك راه اخت صاحبي وانا مولف معاها وصديقه ديال الطفوله ديالي انا وياها مولفين. قالت له شوف سيدي مولف انت وياها خصها تعرف بان انت راك مزوج ماشي ديال راسك. ايوا السيده راه عيقات. هو يقول لها ياك ما كتغيري عليا قالت له لا انا ماشي كنغير عليك حيت انا وياك باقيين مزوجين خصك تحترمني ونحترمك. واش انت تبغيني ندير هكا مع شي واحد انا. هو يولي وجهه احمر قال لها شنو كيفاش ديري مع شي واحد هكا اخر مره قال لها غتعاودي تنطقي بهذا الكلام هذا. صافي وهي تسقر ضربت الطم قالت ناري مهمتي ما نعاودش نهضر. ايوا صافي واش غادي نقول لكم غدير واحد الكارثه قد راسها. ناضت لك الصباح وخلات كامل باقي ناعس وسيري لبسي لك واحد الصايه قصيره وديري لك واحد الماكياج صارخ وديري واحد العكر حمر وركزي على العينين. ايوا وتلقي شعرك وهبطي تبقاي ساري برا ديال برا من ديال الفيلا وكلشي كيشوف الخدامه وكلشي. حيت قال لك لاله نسرين هابطات لا بيسين وحتى هي لبسات هكاك وهبطات جالسه في لا بيسين. غير الاخرى جالسه كتعوم والاخرى قالت لك اقسم بالله حتى هي صابت تعوم. كيفاش هي تعوم والاخرى ما تعومش. ايوا يلاه حيدات لك الحوايج يلاه طاحت في الماء وكلشي كيشوفوا كيتمنظر الرجال كيشوفوا اللحومات وكلشي كيشوفوا داك العجب اللي ما عمرهم ما شافوا لعيالاتهم مستورين وهما كيشوفوا في داك خيرات مولانا. صافي هو ويلاه طل من البانك وشاف داك العجب. هو يغوت من الشرجم كاع على دوك الخدامه اللي عنده لي غاردو كلشي قال لهم كلشي يخرج كلشي يخرج عليا اش كديروا تما اش كتشوفوا خرج عليا. صافي الخدامه مساكن اللي هاز شي بالا رماها واللي هاز شي عتله رماها واللي قارد خرج حتى واحد ما بقى كيدور تما. ايوا هو يهبط كيجري كيعصر كينقز 10 ديال الدرجات 2 درجات كيصدم فيهم والاخرين كينقزهم حتى وقف عليها وطلع عليها في الماء. هو يوقفها حتى دخلها ظهرها مع لابيسين قال لها كيفاش تجرأتي باش تهبطي وتخرجي تهبطي تعومي في لابيسين والرجال كلهم كيشوفوا فيك كيفاش تجرأتي. وبقى كيضرب فيها كيصرفخ فيها كيضرب فيها حتى ولات حمراء. هي كتقول له علاش انا كضربني وعلاش هي ما قلتيلاش. هو يقول هي ماشي مراتي هي ماشي مراتي هي غير اخت صاحبي انت اللي مرتي وخارجه هكايا باش باغي تجيبي لي الشوها باغي ديري لي الشوها في الدوار. لا 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 انت زدتي فيه بزاف زدتي فيه بزاف. صافي اما نسرين بقات غير كتشوف يعني تفقصات هي ما داش فيها الله يجعلها ما تخرج كاع ما لابسه حتى حاجه وطيح في الماء. صافي بقات يشوف هو ينطر واحد الفوطه ولوها لها على جنبها وطلع وقالت تحركي قدامي وسمح في نسرين تما بحال ما كايناش كاع بحال شي صنداله محطوطه في الارض. نسرين تعصبات وتفقصات وما عجبهاش الحال بقات كترضخ وتصوت. المهم وهي طلعت حتى هي صافي طلعت نيشان بحال لبيتها ورضخات عليها الباب. او كمال اللي طلع نسرين طلع زينب وبقى كيغوت عليها ما خلاش ليها قال لها منين ما باغيانيش انا لا اجدك تزوجي بيا نهار الاول قولي لباك انا ما باغيش هذا السيد هذا ما بغيتوش. صافي زينب حنات راسها وتعصبات صافي ما رضاتش يدير لها داك الشيء قدام نسرين. صافي هو يخرج ودخل الباب. المهم دخلت خدات الدوش ودخلت تحشات في الفراش ديالها بالفقصه بكات تشبعات وبردات ونعسات.
هو خرج في حالته للمكتب ديالو بقى كيرضخ ويزدق، يعني ما بقات فيه يعني ضربها وتعصب عليها وقال اش داني نقيسها، اش داني نضربها. صافي هو يمشي عند الخدامه قال لها فين هي نسرين، قالت له راها في البيت ديالها. مشى عند نسرين قال اش كديري، قالت له غير جالسه كنراجع شي وراق وصافي. صافي هو يخرج في حاله منها وهي تقول له اجي حبيبه جلس حدايا ونهضروا. هو قال لها نسرين اخر مره تبقاي تقولي لي حبيبه، انا ماشي حبيبه ديالك، انا راني بحال خوك، ما تقوليليش حبيبه. هي تقول له لا انا كنبغيك وراك عارفني وهادي. وهو يقول لها شوفي راكي جالسه في داري وانا مزوج ومرتي كتجلس معاك في الطبله، احترميني واحترمي مراتي، انا مراتي كنبغيها. الا كنتي جايه وفي النيه ديالك شي حاجه غير مسحيها من بالك، وكنفضل تجمعي حوايجك وتمشي في حالك. قالت له شنو كتجري عليا؟ قال انا ما كنجريش عليك، انا كندير معاك الصواب درتو معاك، ودابا الله يخليك جمعي حوايجك وسيري في حالك. انا راني انسان مزوج وكنبغي مراتي، ومراتي غتبقى ديما في جنبي حتى تدفني ولا ندفنها. الا عندك شي افكار شيطانيه في راسك غير حيديها. صافي نسرين تعصبات وهي تجمع حوايجها، بقات كتجمع حوايجها وشنطتها وداك الشيء. صافي وخارجه بحالها كتجري. ايوا نرجعوا عند البطاله ديالنا منين ضربتها الفيقه شافت كامل غادي نيشان البيت ديال نسرين، وقالت والله تنتبعوا فين غادي هاد خينا عند هاد خيتي. المهم حتى دخلات وسمعت داكشي كاع اللي داز بيناتهم. المهم الفراشات ولاو كيطيروا لها في المعده ديالها، فرحات كيفاش هو كيبغيها وحتى هي راه كتبغيه. يعني هاد المده اللي جلسات معاه ولات كتبغيه وداك الشيء، وقررت باش غادي تسمح له وتعطيه فرصه. صافي خرجت رجعت كتجري لبلاصتها وتحشات في بلاصتها. صافي ونسرين مشات في حالاتها وخرجات وداك الشيء، بقات كطلع عليها من البانكو وكتموت بالضحك. صافي هو يجي كمال دخل البيت ولقى زينب جالسه. قال لها فين هما حوايجي اللي كانوا هنا؟ قالت له اين حوايج؟ قال لها حوايجي اللي كانوا هنايا اللي جبت من بيتي فاش. قالت له راني درتهم لك في التريسين. قال علاش درتيهم في التريسين؟ قال انا غناخذ حوايجي باش نمشي لبيتي. المهم هي بقات كضحك معاه وكتبسم له، المهم كتبين له زعما بان غير خليك جالس هنايا. هي تقول له صافي غير خليهم انت باقي هنايا معايا في البيت حتى تمشي نسرين. هو يقول لها نسرين راه مشات، زعما دارت راسها راه ما شافتهاش. وهي تقول له وراه تقدر تجي ماما ولا تجي صاحبتي تبغي تبات معانا، ولا يجي صاحبك جلال يجلس معانا. المهم راه ما تعرف يقدر يجي شي واحد. هو يطلع حاجه ويهبط فيها، قال لك كيفاش غادي يجيو يباتوا معنا؟ ما ندير واش تسطات الناس غيوليو يبقاو يجيو يباتوا عندنا. صافي هو يعيق بها بان راه بغاتو يبقى جالس معها. صافي ورجع حوايجو وقال لها بصح ممكن. صافي والسيد بقى كيموت بالضحك، هي اللي عرف طيحها في الشبكه. صافي وهي تبغى بقات كتقرب منه وقالت له واش نسخن لك الدوش تاخذ الدوش؟ ويلي من هذه التقلبات وعدي. قال لها قالت له مالك نسخن لك الدوش باش تدوش؟ قال سخني لي الدوش باش ندوش. المهم مشات سخنات ليه الدوش وداك الشيء وقادات ليه الفاط وقادات ليه كلشي، وقالت له يلا دخل انا قديت لك. هي تقول له المهم الا بغيتي نحك لك ظهرك نجي. السيد بقى غير كيتفتف قال ظهري واخا فاش نبغي نحك ظهري نعيط لك. صافي دخل بقى كيدوش وشي شويه هو يعيط لها، وهي دخلت لعندو لبسات واحد اللباس يعني شفاف وداك الشيء ودخلات. قالت له صافي انا غادي ندوز لك على ظهرك. قال لها صافي اجي واخا. السيده بقات كدوز ليه على ظهره. السيد فين هو؟ السيد قال عباد الله جداد دخل عندي هاد المصيبه هادي. صافي قال لها خرجي خرجي بركه صافي بركه عليا. هي تقول له لا راه مازال. قال لها صافي خرجي. صافي وخرجت زين بحالاتها. بقات كضحك يعني عرفت حتى هي شنو دارت، بقات كضحك وداك الشيء. صافي وهي تهبط لتحت وقالت لهذا الزاهيه انا غادي نقاد الطاجين. وهي تقول لها الزاهيه لا واه بنتي خسيري تجلسي انا اللي غادي نقادو. المهم قالت لها لا انا اليوم غادي نقاد الطاجين كامل غيتغدى من يديا. وهي تقول لها الزاهيه كامل غادي تقادي الطاجين كامل؟ ايوا لا واه ايوا هادشي راه تقدم. وهي تقول لها الزاهيه ياك قلت لك راه كطحتي في الشبكه. بقات زين بقات تضحك. قادات لك الطاجين على حقه وطريقه، وقادات لك الشلايض وما خلات ما دارت. صافي وحطات الغدا كمال من بعد ما دوشت تكا شويه. طلعت لعند كمال قالت له يلاه صافي تغدى. قال لها واش الزاهيه طيبات؟ قالت له لا ماشي الزاهيه اللي طيبات، انا اللي طيبت لك اليوم غتاكل ما كلتي اليوم. اليوم غتاكل ما كلت مراتك. وهي ما حسات بها حتى قالت له ديري يديها على فمها. وكمال شاف فيها وبقى تيضحك. قال مزيان صافي انا غادي نهبط يعني مبغاش يبين ليها.
ايوا صافي هبط كمال وجلس وبقاو تياكلوا بواحد الجو وكيضحكوا ويهضروا. صافي يعني بداو كيتقاربوا من بعضياتهم، وهي تقول له واش نسرين مشات لعند خوها ولا مشات ساره دابا ترجع؟ قال لها راه قلت لك نسرين مشات بحالها. قالت له صحابني راه غير مشات غترجع. قال لها صافي نسرين مشات بحالها نساي نسرين. صافي بقاو كيهضروا وهو يقول لها انا غادي ندخل، انا غادي نطلع نتسكى. قالت له صافي مزيان، انا حتى انا غادي نسالي وغادي نطلع حتى انا نتسكى. هو يطلع حاجب ويهبط حاجب، كيفاش غادي تطلع غادي تتسكى؟ صافي طلعات ولبسات حوايجها، لبسات واحد بيجامه ديال النعاس قصيوره ودارت فوقها واحد البينوار وطلعت واحد العطر كيحمق. ايوا صافي ودارت لك واحد المكياج ودهنات لحمها بالكريم، سيده مبليه بالكريمات والدهاني. صافي وهي تجلس وكمال كان مسكي باقي فايق وهو يقول لها دابا على متى تقلبي؟ قالت له كيفاش على متى نقلب؟ قال لها غير قولي لي على متى تقلبي. قالت له شنو درت؟ قال لها دابا هاد اللباس وهاد الروايح وهاد المكياج الصارخ وكتجي تجلسي حدايا، واش انا ماشي راجل؟ واش ما كنحسش؟ واش ما كتحسيش؟ ايوا هي دورت وجهها وبقات كضحك. قالت له ايوا انت اللي بغيتي تبقى في هاد البيت، راه قلت لك سير لبيتك. قال لها ماشي انا بغيت نجمع حوايجي وقلتي لي لا غير جلس، غادي حقا غتجي امي وحقا غتجي. هو يقرب لها قال لها دابا علاش ما تعطينيش فرصه لهاد الزواج هذا ديالنا، ممكن ينجح. علاش ولا تشوفيني انا داك العروبي داك المعفون داك الخانز داك الحرش داك الحر اللي ما كيبغيش تخرجي عريانه وما كيبغيكش. المهم زينب بقات كضحك وتبسمات وهو يقرب منها. المهم لاول مره زينب كتجاوب معاه يعني بخاطرها. ايوا المهم دوزوا واحد الليله غنقول لكم احسن ليله في حياتهم، يعني الليله اللي من بعد ما كما قالت هي تعرضت للاغتصاب. المهم زينب بقات اعترفت لهذا الكمال بانها راه كتبغيه ويسمح لها على ديك الاهانات اللي قالت له وداك الشيء. وقالت له انا راه طايشه ومراهقه وكنت صغيره وهادي وهادي. صافي واعترف لها حتى هو قال لها انا راني كنبغيك وكنحماق عليكم النهار اللي شفتك فيه عجبتيني. ايوا صافي المهم ولاو سمن على عسل وصافي وزينب دوزات واحد العام. ايوا ورجع عندها جلال رجع عندهم جلال باش يشوفهم زعما كيفاش الامور ديالهم، حيت خلاهم جلال مدابزين ومخاصمين وداكشي. صافي هو مشى بحالو ما عمره ما عاود شاف. فاش رجع لقى صاحبو تزاد عنده تويميا سي محمد ووصال. وقال لهم واو، قال له والله ما كنت يعني كنت كنقول الزواج ديالكم صافي غادي يحبس ما غاديش تكملوا. قال له لا، بقات كيعاود له هادي وهادي. قال له ايوا كنتمنى لك تعيش السعاده ديالك وتكون حتى انت مزيان ان شاء الله في حياتك الزوجيه. ايوا هذه هي القصه ديالنا البنات النهايه، وكنتمنى تكون عجباتكم. وما تنساوش بارطاجيوها البنات القناه باش تكبر القناه، راه باقا جديده. وما تنساوش من لايك واشتراك. وشكرا لكم البنات على المشاهده، كنشكركم بزاف بزاف.